نعود لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. ده كان الأستاذ أحمد دسوقي في قطعة رائعة جدا جدا من مدينة الإسكندرية، وهي مدينة أبو قير اللي يمكن لها ذكريات طويلة جدا دكتور أسامة مع كل يمكن الشعب المصري. أعتقد أيا كان المحافظة فين لما بيروح اسكندرية لازم يروح أبو قير. طبعا حضرتك خاصة أنا بالذات يعني كان جدتي كانت مقعدة، فكان والدي دائما وأبدا يأجر لها في أبو قير 3 شهور الصيف حضرتك علشان تبقى البيت اللي على البحر مباشرة، ويحط لها السرير عشان الشباك يعني الهوا. تقوم هي من الفجر علشان تشوف الشمس وهي بتشرق. فالحقيقة يعني بقول لحضرتك يعني ارتباطي بأبو قير ارتباط تاريخي، ومن يومها يعني أكتر مكان أحس براحة نفسية. يعني لما تقول لي يعني عايز تقول لي عايز تروح فين، رغم ان البعض يقول لك يعني مكان بقى يعني مش، في ناس يقول لك ما هوش كلاس يعني ولا حاجه، لا انا بالنسبه لي بقى ده اكبر كلاس في الدنيا. فلذلك بحس براحه نفسيه بالغه وانا موجود في هذا المكان. بتطمن يعني الاستاذ احمد اتكلم عن المينا وحلقه السمك والصيادين المينا ان شاء الله تعالى انا بطمنه الصيادين. تماما ان شاء الله هيتم تطوير. الحقيقه الفريق مهاب عامل جهد رائع رائع في هذا الصدد. ايضا بالنسبه للصيادين كان في بعض القرارات اللي صدرت الحمد لله قدرنا ناخرها، وان شاء الله تعالى عمليه التدريب وعمليه التجهيزات هتتم باذن الله يعني على قدم وساق. برضو ارجو الاستاذ احمد دسوقي يقول برضو الحمد لله رب العالمين بالنسبه لكم مدرسه اتعمل ايه في ابو قير الفتره اللي فاتت. يعني في حاجات كتيره يعني مش عايز اقول ان انا منحاز لابو قير، لكن هذا الانحياز له ما يبرره. فهذه يعني القطعه من ارض الاسكندريه قطعه غاليه علينا جميعا، ونأمل إن شاء الله أن نعيد لها رونقها التاريخي بإذن الله. وأنا بعتقد إن شاء الله بفضل المجهود اللي بيبذل بصفة عامة من قبل المحافظة، من طبعا القوات البحرية، من قبل إن شاء الله أهل أبو قير نفسهم، لأن فيهم ناس خيرين جدا وبيعملوا مشروعات جميلة الحقيقة. أنا بعتقد إن شاء الله، وزي ما بقول لحضرتك يعني قبل مضي سنة بإذن الله هتبقى في تغيرات. يعني أبو قير هترجع بقى إن شاء الله. حتى الشركات والله، حتى الشركات يعني في عند حضرتك عدة شركات في الإسكندرية بالإضافة للأكاديمية. الأكاديمية الحقيقة النهاردة يعني في رئيس الأكاديمية رائع الحقيقه ولا يتاخر اطلاقا عن اي طلب للمنطقه. فكل العناصر دي حضرتك يعني لما طلبت تبرعات علشان الرصف اللي يتم ده كله، الكل ابدا استعداد لم يتاخر والله. يعني لم عايز اقول لك ما تنوش الكلمه، يعني فعلا بمجرد طلب التبرع لم يتاخروا اطلاقا ووفروه عشان نقدر ان احنا نحقق المطلوب. ده يخليني عايز اسال حضرتك، ده بيتم على يعني على ابو قير بس، ولا ايه الاخبار في بقيه اسكندريه؟ يعني العجمي دي كانت في وقت من الاوقات حاجه يعني جميله جدا، وفجاه القمامه والمهملات والحاجات اللي كانت موجوده فيها خلتها بقت حاجه بشعه جدا. البناء العشوائي ما ده اللي بقول لحضرتك. ما عشان كده بقول لسيادتك يعني برضه هكرر تاني، الاضافه الى ما يتم من ازاله برضه هرجع تاني، ومش يعني لن امل من تكرار الطوارئ، لان الهجمه اللي احنا بنقابلها لما بنقوم بعمليات ترشيد او خلافه، الهجمه اللي بنقابلها هجمه يعني شديده. فان لم تقابل بردع قانوني حقيقي يعطي للشرطه ويعطي للقائمين على تنفيذ النظام هذه الاداه القانونيه التي تمكنهم من اعمال القانون بحق، هيبقى المساله صعبه. مسألة القمامة زي ما قلت لحضرتك خاصة في منطقة العجمي، يعني لولا ستر ربنا سبحانه وتعالى كانت المنظومة هتبقى بعد انسحاب الشركة الأجنبية وممارسة سياسة الأرض المحروقة دهيت كان هيبقى العواقب وخيمة جدا. لكن المنظومة بعد دخول الشركة الجديدة بقيادة المقاولين العرب يعني بذلوا مجهودا يعني خرافيا في محاولة استعادة التوازن. لكن احنا بنقول إن لم تصل بعد للمستوى اللي احنا اللي احنا عايزينه، لكن انا بقول او بأزعم ان المنظومة بتتحسن يوم بعد يوم. لكن برضو العجمي اللي هو الفيلات القديمة اللي كانت موجودة في العجمي للأسف الشديد، بس برضو انا بأسائل المواطن السكندري الذي كان يمتلك الفيلا، من الذي باعها؟ وباعها لما؟ يعني انا برضو يعني بعض يقول لك ما هو الناس اللي جداد واللي عايزين يبنوا اللي يعملوا. طب ما هي الفيلا دي كانت بيملكها ناس، وناس يعني حريصين على بقاء هذا المكان. خلينا نتكلم بامانه يا دكتور اسامه، ممكن يكون باع الفيلا لما اولاده كبرت عشان يشتري 3 4 شقق لاولاده عشان يتجوزوا بمنتهى البساطه. انا مع فاهم قصدي؟ بس انا طب اللي جه بقى اشترى، يعني اللي جه اشترى كله. ما ده انا بقول لحضرتك لما فكره الثري بيز اللي انا بقولها طبعا ان كل انسان لازم يفكر ايه دلوقتي، كيف يفكر قبل الربح
يفكر في الناس. ده لكن أصل دي حاجه موجوده جوه الشخص. هتغيرها ازاي حضرتك؟ هتغير ازاي ان الشخص اللي قدامك ده يفكر في الناس اللي موجوده حواليه قبل ما يفكر في مصلحته الشخصيه؟ دي مستحيله يعني. لا يؤمن احدكم لا يؤمن. شوفي نفي الايمان حتى يحب للاخيه نفي كما يحب الايمان. لنفسه. شوفي نفي الايمان. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. لذلك قوانين العالم لما بتفرض ارتفاعات معينه، لما تفرض ان المنطقه الفلانيه ما يكونش مثلا فيها صناعات، هي بتعمل كده ليه؟ علشان كرامه الانسان. لذلك انا هرجع تاني لايه؟ للرؤيه، ان احصل على حقوقي في ايه؟ في كرامه. انا عايز كل مواطن يحصل على حقه في الكرامه. بمعنى ان الكرامه بتعني ان لا يعتدي اخر على حقه، انه حين يستمتع بهذا الحق يستمتع به الى اقصى مدى دون ان يتعدى على حقوق الاخرين. نفسي انا اصل ازرع هذا المفهوم في الناس، ازرع هذه الثقافه الجديده في الناس، وهي ثقافه ليست بجديده تنادي بها كافه الاديان. فلذلك انا يعني لما برجع لديننا الحنيف وبرجع حتى للمبادئ، لما الاخوه زمايلي اخواني المسيحيين بيتكلموا عنها بجد نفس المبادئ هي. يعني عارفه حضرتك كيف اكون محبا للاخرين من خلال حب لذاتي، وكيف احب ذاتي من خلال حب الاخرين. كيف ادعو الله سبحانه وتعالى في كل صباح: اللهم انزع الحقد والغل والبغضاء والكراهيه والحسد من قلبي واجعلني محبا للناس اجمعين وحبب في الناس اجمعين. كيف اصل الى هذا المفهوم؟ ان اعيش في هذا التناغم بين ذاتي وبين الاخرين، ان اشعر بسعادتي من خلال سعاده الاخرين. واحد ممكن يلاقي سعادته في انه يطلع الاتوبيس ويقعد على الكرسي. في واحد ممكن يجد سعادته انه يطلع الاتوبيس ويقعد على الكرسي علشان يقوم لما تيجي سيده او راجل عجوز. الاثنين سعداء، بس في فرق كبير قوي بين سعاده ده وسعاده ده. اكيد. ده الاولاني حقق سعاده واحده، ده حقق 3 سعادات، 3 صور من السعاده: سعادته الشخصيه، وسعاده الاخر، وسعاده المجتمع. صح؟ كيف ننجح في ان نزرع هذا المفهوم لدى الناس؟ يا ريت يا رب. يا رب. لابد هذه امانه في عنق كل انسان، امانه في عنق كل امانه في عنق كل مدرس، امانه في عنق كل راع، وكلنا رعاة وكلنا مسؤولون عن رعيته. بس اعتقد ان دي بتيجي من المسؤولين اكتر في الوقت الحالي. يعني هقول لحضرتك على حاجه، احنا بنجد معاناه عشان نعدي الشارع، سواء بقى سيده طفل راجل، بتجد معاناه عشان تعدي الشارع. لما بتيجي تروح الدول العربيه بتلاقي اول ما بيشوف فيه سيده او طفل معدي هو بيقف لوحده. طبعا. هو مجبر على انه يعمل كده. فهي بتيجي من الامر. يعني احنا محتاجين ده في الوقت الحالي. يعني خلاص الناس اللي كبرت دي خلاص، يعني نقدر نعلم ده للصغيرين انهم يحبوا نفسهم ويحبوا مجتمعهم ويحبوا الاشخاص اللي موجوده معاهم في المجتمع، او اهلهم عيلتهم زي ما حضرتك بتقول كده، اللي ممكن نعلمه للصغيرين. لكن بالنسبه للكبار دي عدت بقى، لازم يبقى في امر، لازم يبقى في اوردر علشان يعمل ده. انا مش مختلف مع حضرتك، وان الله لا يزع بالسلطان ما يزع بالقران. يعني ما معناه ان احنا لابد ان احنا يعني طالما نزع الشخصيه قوه السلطان لابد ان هي خاصه انها حين تقيم امرا مطلوبا من صالح المجتمع. يعني طالما المجتمع محتاج كده لابد ان هو تتدخل القوه التنفيذيه، واخد بال حضرتك، في فرض هذا الامر. فما بالك لو امر بيتعلق زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بمثل هذه القيم الساميه التي نحاول ان نزرعها. فاذا ما كانت القوه زي بالظبط كان لما كان يقول مثلا الناس ما تنزلش مع الرصيف، كما زي ما كانوا بيقولوا التجربه بدات في المانيا ازاي، ما حدش بينزل على الرصيف دلوقتي، بس هو بدات ازاي؟ ان كانوا حاطين حواجز ومانعين الناس ينزلوا، واللي ينزلوا مخالفه مخالفه صارخه. فخلاص الناس اعتادت ان هي تمشي من على الرصيف. يا ريت يعملوا كده عندنا، يا ريت. انا بحس ان الناس بتمشي من قدام العربيه، يعني هو لازم تدوس على الكلاكس كتير جدا، وانا ببقى متضرره ان انا ادوس على الكلاكس كتير جدا عشان مش عايزه اضايق حد، يعني مش عايزه اذي ودنه ومش عايزه اضايقه وهو ماشي. بس ارجوك يعني لازم تبعد علشان ده الطريق بتاع العربيات. هي منظومه متكامله. حضرتك تشوفي ان في الباعة الجائلون احتلوا الارصفه والقهاوي والحاجات دي مش ممكن. فانا اعتدت من صغري، واخده بال حضرتك، ان انا امشي وسط العربيات. فكبرت ونشأت على هذا ولم يعد امرا غريبا. اعتدت لما اعدي، احنا مثلا في اي مكان حد بيسافر بره بلاد عربيه او اوروبيه ما يعديش من نص الشارع، يروح لحد الاشاره ويعدي من مرور المشاة، من المنطقه المخططه. محدش بيعمل كده. انما بره غرامه باهظه. وحتى لو افترض لو عدى من نص الشارع واصيب ملوش ديه،
لانه عدى من منطقه خطا مش المفروض يعدي منها. فالقانون بيفرض والناس اعتادت على ده ونشأت على هذا الامر. طيب احنا عندنا حسن توفيق الحقيقه محب لينا ومحب المجتمع ومحب البيت الرياضه جدا، وبيلف على المحافظات بشكل كبير جدا. بس قبل ما نروح لسه محافظه البحيره، هو عمل معاه تقرير المفروض من محافظه البحيره، لكن قبل ما نشوف نبض الاستاذ محمد زايد بعت رساله للدكتور عفت السادات بيقول لحضرتك ممكن الدكتور عفت ممكن ياخد مكان لنادي الاتحاد السكندري او فرع نادي الاتحاد السكندري في كينج ماريوت، ويكفي الخدمات المقدمه من محافظه الاسكندريه، واعتقد ان هيكون رهان كويس جدا لمستقبل الاتحاد. ده محمد زايد. والاستاذ شاذلي سعيد الجبار بيقول لي تحياتي للدكتور اسامه الكولي محافظ الاسكندريه وطموحاتك القادمه. احنا اتكلمنا في حكايه الطموحات، ومشكله البطاله ممكن تحل، ده محي. والاستاذ اسلام الاطرش تحياتي ليك وبالتوفيق ان شاء الله. والاستاذ شاذلي سعيد الجبار سأل حضرتك سؤال انا هساله لك، ونروح نشوف محافظ البحيره الدكتور مختار الحملاوي. اخويا الحبيب ده بيعمل عمل رائعا والله في البحيره، ربنا يبارك له. الاستاذ شاذلي سعيد الجبار بيقول لحضرتك ما تقييمك للمحافظ السابق اللواء عادل نبيل. نروح نشوف التقرير ونرجع نرد على السؤال. ماشي.